السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان ديالي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، تحية طيبة لكم أينما كنتم، طابت أوقاتكم بكل خير. تحية لمتتبعي قناة أحمد الريفي أينما كنتم، ومشكورين كل الإخوان والأخوات اللي كيتابعونا على هذه القناة. الموضوع ديالنا ديال اليوم الإخوان ديالي هو أنني كنت غنكبر وغنموت وما كنتش كنعرف باللي أن الجيران ديالنا في كوريا الشرقية بهاد السذاجة وبهاد الوقاحة لا بغينا نقولو. والسذاجة والوقاحة هما وجهين لعملة واحدة. السذاجة أولا كتكمن في أن النظام الجزائري المارق، النظام اللي كيتكلم غير على الحرب والقنابل والهجوم ولن نتخلى عن الصحراء الغربية، وهذا مبدأ هذا النظام اللي كيستحمر الشعب الجزائري، كيستحمروا لا بغينا نقولوا. وكاينه واحد الفئة واسعة في الشعب الجزائري اللي مشات في هذا الاستحمار لا بغينا نقولوا وفي هذه السذاجة، لأن هذا النظام حاول باش يوهم هذا الشعب الجزائري ويخلق له واحد العادو افتراضي اللي هو المغرب، لأن هذا العادو كيهدد الجزائر وكيهدد الأمن ديال الجزائر وكيتأمر على الجزائر وكيعمل. لأن هذا النظام جند الوسائل الإعلام ديالو وجند الذباب الإلكتروني ديالو والأزلام ديالو كاملة على المغرب، وضع المغرب أمام الشعب الجزائري على أنه عدو لدود، ولأنه الخصم الوحيد للجزائر هو المغرب، والعدو الوحيد عند الجزائر هو المغرب. هكذا النظام الجزائري استحمر الشعب الجزائري ومرلو هذه المغالطات. بما أن احنا في المغرب نكن كل الحب والاحترام للأشقاء ديالنا في الجزائر كشعب كحكومة وكنظام، والدليل القاطع هي الخطابات ديال صاحب الجلالة في الذكرى ديال 20 غشت ولا في الذكرى ديال عيد العرش الماضي، اللي كيمد فيها يد ديال الصلح وديال التآخي مع الشعب الجزائري. والمد اليد ليس من الضعف وإنما من القوة، كدولة مغربية كمملكة إمبراطورية لها تاريخ عريق ولها وزنها على الساحة الدولية. إذن هذا النظام الجزائري اللي حقيقة شغله الشاغل هو كيعمل كل ما في وسعه من أجل خلق الهوة والشرخ الواسع بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. ودائما كيوصف المغرب لأن قلت هو العدو اللدود أو الخصم العنيد للجزائر والشعب الجزائري، وهذا غلط كبير جدا. ثم أيضا هذا النظام باش يبقى في الحكم وباش يبقى كينهف الأموال ديال الجزائر ويصرفها على جبهات البوليساريو. وانتم كتعرفوا بلي أن المؤتمر السادس عشر لجبهات البوليساريو الأخير اللي صرفت عليه الجزائر من البداية إلى النهاية من أموال الشعب الجزائري، وهذه أموال باهظة تصرف على جبهات البوليساريو وعلى إبراهيم غالي، وحقيقة اللي تقام غالي على الشعب الجزائري. في نفس الوقت أن الشعب الجزائري اللي كيصطف طابورات طويلة من أجل حصوله على الحليب وعلى قنينة الزيت، والآن من أجل حصوله على البيض، أي البيض هو أيضا أصبح مفقود في هذه الدولة. علاش؟ لأن هذا النظام الفاسد في الجزائر الهدف ديالو هو أنه تحويل الأنظار ديال الشعب الجزائري من الأزمة اللي هو فيها، وأيضا حتى ما يرجعش الشعب الجزائري للحراك اللي هو كان فيه ودام سنة كاملة لولا المجيء
أو تفشي الأوبئة ديال كورونا وتم توقيف الحراك في الجزائر لكانت الجزائر عرفت مسار واحد آخر. إذا النظام باش يبقى في الحكم ويبقى كيمارس هاد الأفعال ديالو الإجرامية تجاه المغرب والمحاولة ديالو لتقسيم المغرب ولإضعافه، لابد ما يخلق للشعب الجزائري هذا العدو الافتراضي وهو المغرب. هنا فين قلت بلي أن السذاجة، لأن الإنسان اللي عنده العقل والإنسان اللي كيفكر يجلس غير مع بالو ويقول ودي هاد المغرب اللي كيتكلم عليه النظام الجزائري واللي كيحاول يوصفوا لنا بلي أنه عدو بلي أنه وحش، حنا ما كنشوفوا منه حتى شي حاجة سيئة على الإطلاق، وما كاينش شي حاجة اللي كتجي من هاد المغرب وكتضرنا على الإطلاق. بالعكس، لما شعلت العافية والعام الأول في القبائل المغرب قال بلي أن مستعد أنه يدعم الجزائريين بالطائرات ديال الإطفاء من أجل إخماد الحرائق في القبائل. النظام الجزائري هو اللي رفض. إذن المغرب عمره ما غيضر الجزائر، لأن دائما نؤمن بلي أننا نحن إخوة، ودائما نؤمن بأن الجار القريب أفضل من خاك البعيد. هذا مثل مغربي كنقوله. إذن قلت هذا النظام استطاع من خلال وسائل الإعلام ديالو أنه يوهم الشعب الجزائري ويحول الأنظار ديالو، وهذا الشيء شفناه في الافتتاح في المباراة ديال الشان. وهنا فين قلت بلي أن كاين السذاجة والوقاحة. الوقاحة هو أن هذا الشعب في المدرجات، حنا كنقولوا بلي أن هذاك الشعب الجزائري، بما أن هذوك تلاميذ ديال شنقريحة، هذوك العسكر ديال شنقريحة اللي قلعوا التوني ودخلوا للمدرجات وبداو بالمعيور وبالسبان، عاد تبعهم الجمهور اللي موجود في المدرجات، لأن هناك من بدأ في السب وفي الشتم وفي المعيور للشعب المغربي. يعني الوقاحة فين كتكمن؟ الوقاحة كتكمن هو أن هذا الجمهور كيسب واحد الشعب وواحد الدولة اللي ما حاضراش معاهم في هذيك التظاهرة الرياضية، بما أن التظاهرات الرياضية في العالم كاملة هي تدعو إلى المحبة ولنبذ العنف ونبذ كل الخلافات. شنو هي الرياضة؟ شنو هو الدور ديال الرياضة؟ والرياضة هي أقوى دبلوماسية على الصعيد العالمي الآن، هي الرياضة. وحنا شفنا في المونديال الأخير شنو اللي قدمته دولة قطر الشقيقة من خلال تنظيمها لتظاهرات كأس العالم، ثم أيضا ما قدمه المنتخب الوطني المغربي وما قدمه أيضا الجمهور المغربي بشهادة العالم بأن الجمهور المغربي رقم واحد في مونديال قطر من حيث الأخلاق والسلوك ومن حيث التشجيع والانضباط ومجموعة من الأمور، شهادة العالم. ثم أيضا ما قدمه المنتخب المغربي من أخلاق عالية جدا ومن قيم راقية تليق بهذه الأمة العربية. وهناك إجماع عربي وإجماع عالمي على أن ما قدمه المنتخب المغربي والجمهور المغربي هو حالة استثنائية، والمستحيل ليس مغربيا. والوقاحة كتكمن هو أن أعطيه البنان مروكي حيوان. يعني عيب وعار أنك تصف جارك بالحيوان، وعيب وعار أنك تنساق من وراء أهداف هذا النظام المارق. والآن هذا النظام الجزائري إلى استمر يعني في تسيير الجزائر بهذا الشكل فهي الجزائر إلى الهاوية. والآن الولايات المتحدة الأمريكية اللي جعلت الجزائر تحت الرقابة، ركزوا معايا اش باغي نوصل لكم. الولايات المتحدة الأمريكية جعلت الجزائر تحت الرقابة أي المراقبة، ومن بعدها سيتم تصنيف الجزائر كدولة مارقة، ومن بعد غدا تجي مسألة ديال تصنيف الجزائر كدولة تدعم الإرهاب في منطقة شمال غرب إفريقيا.
ومن بعدها غتجي العقوبات، ومن بعدها سينهار الاقتصاد الجزائري، لأن الاقتصاد الجزائري معتمد فقط على المحروقات وعلى الغاز. ما عندكم شي حاجة واحدة أخرى سميتها البدائل. ما كاينش الاقتصاد البديل على الإطلاق في الجزائر، العكس ديال المغرب الاقتصاد متنوع وبشكل كبير جدا. الفلاحة والصادرات، الصادرات المغربية من السيارات وصنع الطائرات والفلاحة والكونفيكسيون والناسيج، مجموعة من الأمور يعني اللي في الدولة المغربية ما موجودش في الجزائر على الإطلاق. إذن الوقاحة كتكمن في هذا الشيء اللي كنتكلم عليه. ثم أيضا عدم حضور المنتخب الوطني المغربي في تظاهرات الشان اللي تنظمت في الجزائر. شكون اللي منع المنتخب المغربي من المشاركة؟ أليس النظام الجزائري هذا النظام اللي قطع الأجواء ديالو والبر ديالو والبحار ديالو على المغرب والمغاربة؟ وعبد المجيد تبون في التصريح ديالو الأخير لإحدى المجلات الفرنسية واللي قال بلي أن قطعنا العلاقة مع المغرب تجنبا للحرب. الحرب من أجل ماذا السي تبون مع المغرب؟ واش المغرب جا قطع لك من الحدود ديالك؟ واش المغرب هجم عليك؟ واش المغرب دالك شي أرض عندك؟ واش المغرب طلب بالحدود ديالو؟ يعني حتى تقول باللي أن احنا قطعنا العلاقة تجنبا للحرب مع المغرب الشقيق، ياك؟ وفي الأسبوع الحالي اجتماع ديال عبد المجيد تبون مع الولاة والعمال ديال الجزائر في المفهوم السياسي وفي المفهوم الدولي وفي في أي حكومة وفي أي دولة، رئيس الدولة ملي كيجتمع مع الولاة ديالو والعمال الأقاليم ديالو على من كيتكلم على المشاكل الداخلية اللي هي موجودة في تلك المدن وفي تلك الأقاليم من أجل حلها. هذا هو الرئيس كيجتمع مع الولاة والعمال، واجتمع معهم وكيقول باللي أن حنا قضية الصحراء الغربية لن نتنازل عليها على الإطلاق. هذه مسألة مبدأ، ومسألة مبدأ السي تبون هو وفر للشعب ديالك الحليب، ووفر له العدس، ووفر له اللوبيا، ووفر له قنينة الزيت، ووفر له البيض الآن، ووفر له البنان، ووفر له الأمن الغذائي للشعب الجزائري والرفاهية، لأن الجزائر دولة بترولية ودولة غازية، عندها الغاز وعندها البترول. من المفروض أن الجزائر خصها تكون أفضل من الإمارات، من المفروض الجزائر خصها تكون أفضل من قطر، من المفروض أن الجزائر خصها تكون أفضل من الكويت، من هذه الدول المصدرة للغاز وللبترول، لأن الجزائر الخيرات ديالها والثروات ديالها النفط والغاز هي أكبر بكثير من هذه الدول التي نتكلم عليها. إذن فالنظام الجزائري نظام فاسد، نظام مارق، نظام مجرم، يعمل ليل نهار على تقسيم المغرب، يعمل ليل نهار من أجل إضعاف المغرب. هاد القضية ديال الصحراء الغربية السي تبون اللي انت كتقول ما غتنازلش عليها، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه هذه 50 سنة. وقلت باللي أن مات بومديان والصحراء مغربية، ومات القذافي والصحراء مغربية، ومات قايدو صالح والصحراء مغربية، ومات عبد العزيز بوتفليقة والصحراء مغربية، ومات رئيس جبهة البوليساريو السابق والصحراء مغربية، وسيموت الرئيس الحالي اللي هو إبراهيم غالي والصحراء مغربية، الرئيس السابق عبد العزيز المراكشي والصحراء مغربية، وسيموت شنقريحة مجهولا مغمورا مقبورا والصحراء مغربية، وستموت أنت أيها التبوني والصحراء مغربية، وستظل مغربية رغم أنفكم ورغم عنكم ومن يساندكم. والوقاحة كتكمن أيضا أثناء الافتتاح ديال الشان. هذه هي أكبر وقاحة. جبتم واحد المجرم مغتصب للأطفال في جنوب إفريقيا ومدان من طرف الحكامات الجنائية في جنوب إفريقيا، جبتوه في تظاهرة رياضية يسب المغرب
ويعلن الحرب عن المغرب، ويريد تقسيم المغرب، ويريد من أرض الجزائر أن يتآمر على المغرب، اللي هي دولة جارة وصديقة، ودولة تجمعنا معكم، يجمعنا بكم الدين والعقيدة والثقافة والتقاليد والأصهار إلى آخره. أليست هذه هي الوقاحة وأكبر وقاحة أيها النظام المارق؟ سأكتفي بهذا القدر، وتحياتي لكل أحرار في هذا العالم. الصحراء مغربية وستظل مغربية رغما عنكم وعن أزلامكم. والسلام عليكم ورحمة الله.